فتحت الباب فتحة صغيرة وحطت ايديها على بقها علشان تمنع صوت شهقتها لما لقيته بيضرب نفسه بالكرباج بكل وحشية من غير حتى ما يقول واحدة، بس وشه المليان عرق بيقول قد ايه هو بيتوجع دلوقتي. نزلت دموعها بخوف ورجعت لورا شوية وجرت بسرعة ودخلت الأوضة وهي بتتنفس بسرعة ومصدومة من اللي شافته ومستغربة هو ليه بيعمل في نفسه كده. هي عارفة انه وحش ومش بيرحم، بس دلوقتي هي متأكدة انه مريض نفسي. وفجأة صرخت بألم لما حست بإيد بتشد شعرها بعنف. لفت لقيته رعد وماسك شعرها وعلى وشه ابتسامة قاسية ومخيفة. انت ليه ما سمعتيش كلامي وطلعتي؟ لا ولحقتني كمان وشفت اللي بيحصل؟ انا ما شفتش حاجة. انت اتجاوزت حدودك كلها يا سيليا، كلها. رعد انت واخدني على فين؟ انا اسفة والله انا اسفة. كان رعد ماسك ايديها ودخلها للبدروم ونزل بيها لأوضة التعذيب بتاعته وزقها جوه وفضل يضرب فيها بالإقلام وهو بيزعق فيها. انا استحملت عنادك كتير بس خلاص صبري نفس وهتدفعي ثمن عنادك. كل ده وهي بتصرخ من الألم لحد ما وقعت على الأرض وعينيها بدأت تقفل. أما رعد فكان في حالة هستيريا مخيفة وكل تفكيره إنها شافته وهو بيعذب نفسه. الفكرة دي لوحدها خلته زي المجنون. أكيد هتقول عليه مريض نفسي وهي ما غلطتش خالص، بس هتدفع ثمن إنها شافت حاجة بتأذيه. لقاها نايمة على الأرض بتعيط بوجع فمسك الكرباج وبص لسيليا اللي كانت بتتنفس بصعوبة. رعد لا أرجوك، نبهتك وما سمعتيش كلامي، استحملي بقى دلوقتي. ودي كانت آخر جملة قبل ما يعمل حاجة بنت حاجز بينهم للأبد.